المشكلة مش إنك مش عايز تنجح، المشكلة إنك مش عارف تلتزم. كلنا بنبدأ بس قليل أوي 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 اللي بيكمل. ناس كتيرة فاكرة إن النجاح محتاج شغف، بس النجاح في الحقيقة محتاج انضباط. أنا معاك إن النجاح بيبقى محتاج شغف وحب في الحاجة اللي أنت بتعملها وعايز تنجح فيها، وكده كده بيبقى أنت لازم تبقى حابب الحاجة وعندك شغف إن أنت كل يوم تقوم تعملها، بس مش ده السبب الأساسي اللي بيخليك تكمل، ولا ده السبب الأساسي اللي بيخليك تنجح فيها. السبب الأساسي إن أنت تلتزم حتى لو أنت في يوم أو أسبوع حتى انت ما عندكش شغف فيه او منطفي فيه. انت عايز تذاكر بس مش عايز دلوقتي، عايز تروح الجيم بس مش مزاجك، عايز تشتغل على نفسك بس بتأجل وبتفضل كل حاجة انت عايز تعملها، وعايز توصل للنتيجة على طول من غير ما تعدي على الحاجات الصعبة والصعوبات بتاعت الطريق. بس الحقيقة انت لو مستني تحس عمرك ما هتعمل حاجة، لان المشاعر بتتغير. انت ممكن يوم تبقى حابب حاجة معينة، ايه يوم التاني تبقى حابب حاجة تانية، ايه يوم ده تبقى حابب تشتغل، ايه يوم اللي بعديه مش حابب تشتغل، ايه يوم ده حابب تروح الجيم، ايه يوم اللي بعديه مش حابب تروح الجيم. المشاعر بتتغير لكن الانضباط ثابت. طب انت ليه ممكن مثلا ما يبقاش عندك انضباط من الاساس؟ لان انت بتعتمد على مزاجك، بتشتغل لما بتحس ان انت عايز تشتغل، وبتقف لما بتحس ان انت عايز تقف، ومش مش عايز تشتغل دلوقتي فبتقف وماشي بدماغك. اهدافك بتبقى كتيرة قوي مرة واحدة، عايز تحقق حاجات كتير مرة واحدة ومش ماشي خطوة خطوة او هدف هدف. عايز تغير حياتك كلها في يوم واحد، فبتزهق بسرعة وبتمل وبتوقف كل حاجة بتعملها. ما بيبقاش عندك نظام ولا ترتيب أولويات، بتكتب كل الأهداف اللي انت عايز تعملها ويلا نبدأ من غير أي خطة ولا أي انضباط في حاجة معينة ولا أي تركيز في حاجة معينة. الانضباط مش انك تبقى قوي، الانضباط انك تعمل الحاجة حتى لو انت مش عايز تعملها. ابدأ صغير، ابدأ حتى لو بحاجة بسيطة، ابدأ حتى لو بخطوة بسيطة، حاجات بسيطة جدا بس تبقى كل يوم بتعمل حاجة على الأقل. مش مهم تعمل حاجات كتير، المهم انك تعمل باستمرار. الفرق بينك وبين اي حد ناجح مش الذكاء، ممكن تبقى انت اذكى منه بس هو انجح منك، ممكن يبقى انت عندك حظ اكتر منه بس هو انجح منك برضه. الفرق ان هو استمر حتى لو هو مش عايز، حتى لو هو ما عندوش حظ، حتى لو هو مش ذكي كفاية. اعمل الحاجة حتى لو مش حاسس، حتى لو مش مزاجك انك تعملها دلوقتي، حتى لو مش شايف نتيجة، ان في يوم من الايام هتحس ان انت عملت حاجة، وهتبص وراك وتقول الحمد لله اني كملت.